في قلب إفريقيا حيث ترسم السياسات وتعاد التوازنات، تحضر الجزائر كقاطرة تقود القارة نحو استقلالها الفعلي ومكانتها المستحقة في الساحة الدولية. صوت إفريقيا ليس مجرد التزام تعهدت به الجزائر خلال عضويتها الحالية بمجلس الأمن الأممي، بل عقيدة تستند إلى التاريخ النضالي للجزائر زادتها التحديات المشتركة الراهنة ترسيخا. فبدبلوماسية متأصلة تمضي الجزائر المتمسكة ببعدها الأفريقي بخطوات واثقة في الدفاع عن القضايا الأفريقية العادلة، انطلاقا من الدعوة إلى إصلاح حقيقي لمجلس الأمن، ثم الالتزام بالموقف الأفريقي الموحد لوضع حد للإجحاف التاريخي في حق القارة الأفريقية، وصولا إلى الدفاع عن سيادة الدول الأفريقية وحماية مصالحها الاقتصادية. أؤكد على أن الدور الجزائري هو دور رائع في مختلف مؤسسات الاتحاد الأفريقي، وتلعب دورا مهما على صعيد ترسيخ مفهوم استقرار المؤسسات الأفريقية وصولا إلى بلوغ غاية الاتحاد الحقيقي المفيد لكل الأطراف وكل المنتمين إليه. لعبت أيضا الجزائر ووفد الجزائر دورا مهم جدا، عكس أيضا الإرادة الجزائرية لتأكيد الوحدة الأفريقية لصالح أن تبرز هذه القارة على الصعيد الدولي وأن تشكل في المنظومة الدولية دورا موحدا قويا. برؤية استراتيجية ترتكز على المؤهلات الاقتصادية للدول الأفريقية، تخصص الجزائر بوابة أفريقيا الأولوية للمشاريع التنموية ذات الطابع الاندماجي التي من شأنها الإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في القارة على غرار الطريق العابر للصحراء، بالإضافة إلى خط نقل الغاز من نيجيريا إلى الجزائر، مع إنجاز مشروع وصلة الألياف البصرية المحورية العابرة للصحراء. بالمقابل تراهن الجزائر على تعزيز تجارتها مع الدول الأفريقية بالوصول إلى عمقها الأفريقي من خلال فتح المعابر الحدودية البرية وإنشاء مناطق حرة للتبادل التجاري وفتح فروع بنكية مع خطوط جوية وبحرية في العديد من الدول الأفريقية. تستند السياسة الإفريقية للجزائر على 3 أركان أساسية: التاريخ والقوة والازدهار، ويكمن الدور الجزائري في القارة في السياسة الرزينة التي تمارسها في منطقة الساحل والمغرب العربية، بالإضافة إلى خبرتها في مكافحة الإرهاب والعلاقات الوثيقة التي تربطها بالقضايا الأمنية لهذه المنطقة، كما أن الموقع المتميز للجزائر والمكانة المرموقة التي ورثتها من نضالها ضد الاستعمار يعززان دورها الفاعل في القارة الإفريقية. وظاهرة الإرهاب في أفريقيا من الملفات الكبرى التي ترمي الجزائر بكل ثقلها لإيجاد حلول سريعة ومستدامة لها من خلال جهود نصير ورائد الاتحاد الأفريقي للوقاية من الإرهاب ومكافحته رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي يرافع في كل مرة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة بأخذ بعين الاعتبار ثنائية الجوانب الأمنية والإنمائية بشكل متناسق ومتكامل. معادلة الأمن والتنمية في القارة الإفريقية هي منطلق الرؤية الجزائرية التي تسعى إلى بناء توازن يسمح بتخطي إفريقيا لمختلف العقبات الأمنية، ويسمح أيضا في تقديم علاج حقيقي لظاهرة الإرهاب. هنا بأديس أبابا وعلى وقع التحولات المتسارعة التي تشهدها القارة الأفريقية سياسيا أمنيا واقتصاديا، تلتئم القمة 38 للاتحاد الأفريقي، قمة ستعالج العديد من الملفات الهامة التي ستشكل ملامح القارة مستقبلا. مشاركة رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون في أشغال هذه القمة تأكيد على دور الجزائر الريادي في الاتحاد الأفريقي والدفاع عن القضايا العادلة في القارة الأفريقية. من أثيوبيا أديس أبابا، موفد التلفزيون الجزائري وليد ساري.